الشباب مع ذوب أهن نقطة ومستوى يسد النفس. الشباب اليوم حقق الأقل وهي نقطة من فريق ذوب أهن، وهو للمعلومية هو متصدر الدوري الإيراني، ربما يكون هو الأكثر قوة من بين الفرق الإيرانية اللي لاقتها الفرق السعودية، لكن ملامح المجموعة اللي تضم الشباب ربما بانت مواريها. للشباب قد يذهب ذوب أهن سيذهب إلى الدور التالي بشكل مؤكد. الفوارق الفنية والنقطية بينه وبين الآخرين ستبقى المنافسة بين الشباب السعودي والإمارات الإماراتي والريان القطري. فهنا الفريق الإيراني يمكن ظهر بما يستطيع، ظهر يعني أخذ النتيجة اللي هو يبيها، أخذ النتيجة اللي هو يبغاها، تعادل سلبي وهي النتيجة المثالية خارج أرضك. الشباب ذوب أهن الإيراني أنا أصبح واضح أنه هو الفريق الذي سيتأهل من هذه المجموعة. يبقى الفريق الثاني الشباب يلعب مع الإماراتي المباراة المقبلة. الإمارات اليوم فاز على الريان، وبالتالي الريان أعتقد أنه أصبح خارج المنافسة نظريا. الإمارات والشباب هي المنافسة بينهم على البطاقة الثانية. الشباب المباراة المقبلة مع فريق الإمارات يلعب على هذه المباراتين، إذا استطاع يجيب تعادل من الإمارات ويفوز عليه في الرياض أعتقد ربما يكون الفريق في طريقه إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا. كابتن عبد اللطيف، كيف شفت المباراة اليوم؟ المباراة حقيقة لم يظهر الشباب فيها بأي مستوى يذكر. فريق الشباب يلعب 4-4-2 بلاعبين محورين يجدون الأدوار الدفاعية فقط، ولاعب وسط يمين ووسط يسار هم أظهرة في الأساس، فكأن الشباب يلعب باثنين ظهير جهة اليمين اثنين ظهير جهة الشمال. نعم معذور المدرب نتيجة الغيابات. الشباب كان يفتقد وسط ملعب، ما فيه وسط ملعب اليوم، كانت الكرة من المدافعين للمهاجمين تماما. افتقد الشباب اللعبة البينيات، اللعب القصير، عدم وجود عدد من اللاعبين المتميزين في وسط الشباب نتيجة الغياب. أضف معلوماتك، 2 سناترة في نادي الشباب لا يستطيعون صناعة اللعب أو بدء الهجمة من الخلف، ومحورين لا يجدون الأدوار الدفاعية، كيف الفريق حيوصل المرمى الخصم؟ في اعتقادي الشوط الأول لم يقدم الشباب أي شيء، كان الاستحواذ والهجمات أكثر الفريق بندكور. كنت أتمنى أن الشوط الثاني يعني إضافة لذلك الفريق الإيراني كان يلعب ب5 لاعبين في وسط الملعب مقابل 4 لاعبين وسط، فكانوا متحكمين في رتم المباراة تماما. كنت أتمنى أنه في الشوط الثاني مدرب الشباب أنه أخرج أحد المحاور المدافعين ونزل فهد حمد كونه لاعب يستطيع أن يبدأ الهجمة من الخلف. في اعتقادي اليوم نادي الشباب يلعب بدون وسط ملعب مؤثر، فكانت الأفضلية دائما لذبوهان الإيراني. مكان عبدو عطيف، مكان عبدو عطيف واضح أنه فاضي. عبدو عطيف، كماتشو، أحمد عطيف، كل هذول اللاعبين في وسط الملعب اللي يعطون الخيارات للمهاجمين بالتمرير أو يجدون صناعة اللعب، وأيضا يستطيعون أنهم يلعبون الأظهرة المتميزة اللي عند الشباب. اليوم احنا شفنا أظهرة الشباب معطلة لأن ما في وسط ملعب مساند أساسا لهم، فلذلك لم يظهر زيد المولد أو حسن معاذ بمستواهم المعروف، لأنهم تعودوا على وسط ملعب ينقل كرة سهلة مثل كماتشي وعبد عطيف وأحمد عطيف، فكان خلل الشباب اليوم في وسط الملعب. وكنت أتمنى أني أقول لك أنه يكون يعني موجود فهد حمد بدال المحورين اللي كانت أدوارهم دفاعية صرفة في المباراة. أنا متأكد أن الشباب حيعود إن شاء الله وحيفوز على الفريق الإماراتي، ولكن خلنا نكون واقعيين، فريق ذبوهان يعني عن هذه المجموعة هو الأميز، وهو اللي يعني عنده الحظوظ الكبرى بأنه يكون متصدر هذه المجموعة. مع العلم أني أكد لك أن الشباب حيكون في المركز الثاني. طبعا نادي الشباب لم تكن هناك أي تصريحات بعد نهاية المباراة، واضح أن نتيجة المباراة كان لها تأثير على النادي برمته. هو عموما وضع كثير، يعني الفريق الأول تأهل، أو ذوب أهن يبدو أنه هو راح يكون متأهل، لعبوا على المقعد الثاني وتأهلوا اليوم.